الراجل ده بيبص في ال100 دولار وبيشوفها مزوره ولا لا. بعد كده بيحطها في جيبه وبيديلها باقي 3 دولار وبتقول له انا اديتك 100 دولار لسه ليا باقي كتير. وبقول لها لا انت اديتيني 10 بس وباقي لك 3 دولار. وبتزعق وبتقول له انا اديتك 100 دولار وانت فضلت تشوفها مزوره ولا لا. وبيجي الامن وبقول في ايه وبتقول له سرقني انا اديته 100 دولار وبقول خدت 10 دولار. وبياخد المحفظه وبيحطها في جيبه وبتقول له انا هاخد من محفظتي 10 دولار وهات ال100. وبتقول محفظتي كانت هنا انت وديتها فين. والامن بيقول لها انا شفت كنت ما كانش معاكي محفظه انت طلعت الفلوس من جيبك. وبقول لها انت بتتهميني اتهام خطير انا هتصل بالشرطه. وبتقول له لا انا اللي هتصل بالشرطه بنفسي. وبيديله المحفظه وبيحطها في شنطتها. بعد كده بيجي الظابط واول ما بيدخل بيقول للبنت دي دفعت 100 دولار مزوره وبيديها له وبيكشف عليها وبيلاقيها فعلا مزوره. وبتقول له لا دي مش بتاعتي وسرق محفظتي. وبتقول له بص في الشنطه سرق المحفظه بتاعتي. وبيقول لها بس المحفظه اهي. وبيقول لها انا عايز اكشف على الفلوس وبيكشف عليها وبيلاقيهم مزورين. وبيقول للظابط معاها فلوس مزوره لازم تقبض عليها. والامن بيقول لها تعالي نحل المشكله مع بعض. وبياخدها وبيقول لها انت موقفي خطير وانا مسامح.